اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا، يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل محشي ورق عنب وفراخ على الجريل مشوية. أنا طبعا مرضتش أوريلكم الطريقة بتاعت الورق العنب لان عملتها قبل كده في القناة عشان ما اطولش الفيديو. زي ما احنا شايفين الخلطة بتاعت المحشي ورق العنب وحشية الحلة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا الطريقة اللي هنعملها النهاردة بصدور، ممكن صدور تقطعيها شرايح زي ما انا هعمل كده، وممكن بتجيبي فراخ مخلية برضو بتبقى حلوة قوي. الصدور الجاهزة بيبقى فيها زوايد زي ما احنا شايفين. انا شلت الزوايد دي، ممكن تشيليها بمقص، ممكن بسكينة وهرميها عادي، ممكن تاخديها تعملي بها اي حاجة تانية، بس انا هرميها. جبت هنا شوية فلفل اسود من فوق كده ورشة ملح بسيطة على الفراخ علشان تتبل كده وتبقى مملحة ومتبهرة، وبتقلبيها على الوش التاني بعد ما بتيجي بايديكي كده تثبتي البهار عليها او الفلفل الاسود والملح، برضو بتقلبيها على الوش التاني وبتدي رشات ملح بسيطة ورشات فلفل اسود برضو بسيطة. انا مش هكتر قوي ليه، لان احنا طبعا في الجريل هنحط كل البهارات بتاعتنا، حاجات بسيطة كده عشان ما تبقاش عادبة تتملح. بتيجي تجيبي جريل او طاسة زي ما انتي عاوزة، وبتيجي بالزيت كده رشات بسيطة جدا، ما تكتريش الزيت. يعني الرشات دي ما تجيش معلقة زيت، بتقدري تتحكمي في الزيت بالازازة دي. بعد كده بتجيبي الفراخ بتاعتك، اهم حاجة يكون الطاسة او الجريل سخن جدا جدا عشان تعرفي تديها صدمة. طبعا ممكن تحطي حتة سمنة، ممكن تحطي حتة زبدة زي ما انت عاوزة، بتستبدليها باللي انت عاوزاه. نزلت هنا بالفراخ وهسيبها على الجريل كده. بعد شوية لما احس ان هي اخدت صدمة بقلبها على الوش التاني زي ما احنا شايفين، محمرة قوي قوي اهي من فوق ومن تحت. بتقلبيها كده. على فكرة هي مش هتاخد وقت في التسوية، ليه؟ لان الصدور دي محطوطة في الفريزر بقالها اسبوع. حاولي تجيبي اي صدور اي بانيه تسيبيها كده في الفريزر كام يوم، ليه؟ عشان تسهلك عملية التسوية. قلبتها كده من فوق ومن تحت كده، خدت الوشين. نبدأ بقى نعمل الخلطة بتاعتها. هنا توم مهروس، يعني حاولي التوم تعمليه بالهراسة بتاعته، بينزله كده زي المية وناعم جدا جدا. نزلت كده بخمس ست فصوص توم مهروس. في النص كده بعيدي الفراخ وحطيها لوحدها وقلبي، وحط عليها معلقة زيت واحدة، وابداي قلبي عشان ما تتحرقش منك، لان لو اتحرقت هتبقى مرة. انا عايزاها يعني تاخد اللون، يعني مش الذهبي، اقل من الذهبي كمان. مجرد ما تقلبي والريحة بتاعتها بتطلع، بتبداي تنزلي بباقي المقادير بتاعتك. بس اهم حاجة ان الجريل بتاعك يكون سخن، ليه؟ علشان الفراخ تاخد صدمة فتحبس السوائل اللي جواها، فتبقى منك جوسي كده وزي المية طرية قوي قوي. لانك لو حطيتيها والجريل سخنة او الطاسة سخنة هتلاقيها تنشف منك، تيجي تاكليها تلاقيها تشد منك كده في البق، بالظبط زي ما يكون فص ناشف وبتيجي تاكليه في النهاية بيبقى زي اللبانة. لا، انا عايزاها كده جوسي، مجرد ما تاكليها تدوب في بقك. كده قلبنا التومه وكده حلوه قوي تمام. انا عاوزاها باللون ده، ما تزيدش عن كده، لا بني ولا تغمقيها علشان ما تبقاش مره. خلاص كده الفراخ بتاعتنا جاهزة والتومة كده تمام. ننزل بباقي المقادير بتاعتنا اللي هي المستردة، شوية حلوين كده نزليهم، يعني قيمة معلقتين كبار كده، بتديها طعم حلو قوي ومزازة. وننزل كمان بمعلقة كبيرة كده من صوص الشيدر،
بصي اي صوصات عندك في المطبخ حطيها، بتدي طعم وتست عالي جدا جدا. وقيمة معلقة كبيرة من صوص الموتزاريلا بتدي طعم حلو قوي، بتعلي التست شوية. وكمان معلقتين كبار من الصلصة اللي احنا عاملينها في البيت، مع معلقة كبيرة في بتاع عسل اسود. طبعا لو عندك عسل ابيض مفيش مشكلة. شوية فلفل اسود يعني معلقة صغيرة. ما ننساش ان احنا حاطين في الاول متبلين الفراخ بالفلفل الاسود. معايا هنا شوية كاري معلقة صغيرة برضو تقدير كده. معلقة بابريكا صغيرة كده عشان تعزز من اللون، بتدي تيست عالي قوي قوي. ونيجي نملحها. نزلت هنا بمعلقة ملح صغيرة جدا عشان برضو انا مملحاها في الاول ما تبقاش شرشة مننا. بعد كده فرشة كده او معلقة لو ما فيش عندك، وبتقلبي كل ده وبتبدأي تدهني الفراخ بتاعتك من فوق ومن تحت كده. تدهني بالخليط بتاعك او بالصوص بتاعك علشان تشرب الطعم. عاوزة كله يبقى واحد، الفراخ مع الصوصات دي كلها مع التومة. قلبي كويس جدا يا حبيبتي لحد ما كله يبقى لون واحد. بعد كده حطي كوباية مية، سيبيها على نار هادية جدا وغطيها. ما خدتش ربع ساعة وده شكلها النهائي. كان طعمها يعني عاوزة اقولك ان الريحة في منتهى الجمال والطعم حلو قوي، طرية محتفظة بالسوائل اللي فيها. يعني عاوزة اقول لكم ان الريحة كانت جايبة اخر الدنيا. انسي البانيه بقى واي وصفة بانيه تانية قصاد الطريقة دي. طريقة جميلة قوي وطعمها حلو قوي، وتغيير في طرق الفراخ. طريقة سهلة وسريعة، طعمها حلو قوي قوي. يعني عاوزة اقولك ان الطريقة دي حلوة جدا للدايت. للبنات اللي بيعملوا دايت ممكن تعملوا الطريقة دي. بس طبعا المحشي بتاخدي سبع وحدات بس، علشان كلنا عارفين ان المحشي بيتخن. التسوية ما شاء الله ممكن تاكليها بقى على ايه؟ على مكرونة، رز بسمتي، صوص اي صوص عندك في البيت، مع سلطة بلدي. طعمها كان رائع في منتهى الجمال. والمحشي حلو قوي والرز مستوي. بس عاوزة اقولك برضو معلومة، اي لحوم عايزاها تاخدش منك وقت في التسوية بتحطيها في الفريزر. سيبيها انسيها بيومين 3 اسبوع برضو. حتى لو قاعدة سنة مش هيجرى لها حاجة، بتطلع ما بتاخدش وقت منك. طريقة رائعة. انا متأكدة لو انتوا جربتوها هتعجبكم وهتطلع معاكم تحفة. وممكن تعملي وراك، مش شرط تعملي صدور. ممكن تجيبي فراخ اللي هي شرايح البانيه الرقيقة. بالعكس كمان مش هتاخد منك وقت كتير. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك للقناة علشان يوصلكم كل فيديوهاتي. القناة بقالها كام فيديو بنزله بتوقف عليه الاعلانات. قالوا ان مش عارفة ايه اللي بيحصل، بس قالوا فيه تغيير في ادارة اليوتيوب لمدة يومين بس. هي مش يومين، ده 4 ايام. انا عايزاكم ترفعوا القناة علشان المشاهدات.